بالمناسبة مادب نزح، تخيلوا الجنجويد الآن مادب نزح في جوبا، والمادب الآن عنده مشكلة مرضان ما لاقي حق العلاج. الماليشيا قد جمعوا له قال ادوا 10,000 داروا انه ادوا الهند عشان يعالجوا، عندهم 10,000 دولار بس ما عندهم تاني. الجماعة أهله دقوا جرس قالوا والله يا ولدنا ده عمكم ده قال ما القريش هو ودينا الهند بيعالجنا. ده النهاية بتاعت الارتزاق والارتماء في يد الماليشيا. الآن ما دبوا هداك مرمي نزح خلى غلط ضعين مرمي في جوبا هناك بعد ما أباد الجنوبيين في قطر الضعين في سنة 86 زمن حكومة الصادق المهدي. زمن كان بورما ناصر برتبة لواء هو وزير الدفاع السلح ما يسمى بجيش المراحل القبائل العربية وبالتحديد من الرزيقات الأغلبية بتاع الجيش ده، وحرقوا الجنوبيين في قطر الجنوبيين. القصة الشهيرة الآن ما دبوا قد يتبلى ويتحلى ويتفتك جرى مشي للجنوبيين ديل. الآن هذيلك مش قاعد لسيرفاكين بطح له هناك قاعد في نزحت يا ما دبوا. اخيرا شفناك نازح، شفناك لاجئ، وشفناك جاري ومعرض بعد ما قمت قال الخرطوم نطيها طي. احنا راجلنا طي تطول الخرطوم يا ما دبوا. ما كان انت تنطوي تجي تم تقع هناك لسيرفاكين في حقه. كنت انت تجيب في الخرطوم دي كانت تطويها طي. ولدنا قال حميتي ده قال والله البيبي قال احنا والله نطوي الخرطوم طي. حميتي ولدك قريبك هبشناه وسفرناه وذاته له 3 سنة ما عارف محله وين ذاته. ما انت بدل تطوي الخرطوم انت انطويت جنات مشيت الان بقيت عرضت مشيت قاعد ولسه ايام البل حيستمر. واقعد من كده يا ما دبو استنفرت وسويت وفي النهايه عبد الرحيم ده عمل شنو؟ جاب الجنوبيين ديل ذاته الان دعموا وسيطر بهم على الفوله، سيطر بهم على ابو زمن، وما فيكم زول بيقدر برفع راسه ويقول انت 3 كام ما بتقدروا. ده النهايه بتاع اي زول يرتزق ويرتهن مع الجنجويد. ولسه مستمرين نحن صابرين. نحن ما عندنا ما نخسر اصلا، ما عندنا اصلا ما نخسر، خسرنا كل شيء. شغل مخسره ثاني ما عندنا كويس. ماشيين وحننظف البلد دي منكم، حتنظفوا زي ما نظفتوا من العاصمه وزي ما نظفتوا من الجزيره وزي ما نظفناكم من سنار ومن النيل الازرق ونظفناكم من الجيلي ومن الكل وجبل الاولياء وكل المناطق دي. تذكروا يوم القضاء جبل الاولياء كداري حضرتوا مناطق كثيره كداري. فيا شباب عادي جنجويد ممكن بكره يمشي يصور لكم في منطقه فيه قش في محل رواكيب محل بتاع عادي. ده ما نصر بالنسبه لهم، ما نصر. العرض خلى العاصمه، والعرض خلى القصور، والعرض خلى العمارات، والعرض خلى الشركات، والعرض خلى محل القرار، محل اتخاذ القرار ومحل قياده البلد، محل الدريكسون. جرى خلاه ماسك في الضرب ويقول له والله انا قال والله 2 بس نصر بس الله ابشر بالنصر. على العموم باذن الله سبحانه وتعالى منتصرين. تحيه لكل بيستلم حقه بدخلكم المحرقه. محمد كاكا عمل نفس الشيء، بيستلم حقه بدخلكم المحرقه. محمد كاكا في حرب السودان ده يتخلص حتى من المعارضه حقته، استلم حقه وفتح له البلد ودعمهم وقال له امشوا قاتلوا في السودان. قال له تخلص من المعارضه حقته محمد كاكا. على الاقل تقدر رموز المعارضه حسن اللمين جو ما عارف مهدي بشير ما عارف مين، معظم اللي عملوا له هلك عملوا له صداع في الحكم في تشاد القياده المعارضين المؤثرين تبع حركه فاقط وحركه مين محمد كاكا تخلص منهم في السودان على حساب اهلنا. شفتوا في كم زول من المعارضه الشهاديه تم بلوا في السودان ده من القيادات ومن الافراد فتقاوموا الان قافل حدوده. يعني جنجويدي زول معارض له جا دخل السودان قال لك تخش شاب ثاني. الناس تركبوا مسلمين وكفر. والله العظيم ما عاد نقول حاجه يا جنجويد. بعدين في حاجه واحده انا اقدر اوصل رساله للشباب، هم غير الاعلام ما عندهم حاجه، ما عارف كان رجال تعالوا نياله، كان رجال تعالوا الفاشل. شوف يا جنجويد نحن ماشيين بفهم بالراحه، احنا ما مستعجلين. الفاشل دي قسما بالله حنجيها ونيال حنجيها. نفس الكلام كنت قاعد تقوله وكنت قاعد في الخرطوم. كنت في الخرطوم كنت بتهدد خرطوم حق ابو منو والراجل خليجي وما حتقدروا تجوا. جبتوا اتذكروا كويس الفيديوهات موجوده. اتذكروا جبتوا نساوينكم، جبتوا عيالكم، سكنتوا في بيوت الناس في العمارات، ركبتوا الفارهات، كنتوا عرستوا في داخل بيوت الناس. تتذكروا عرستوا عادي عملتوا العراس داخل البيوت تحت الناس دي. كنتوا دمت في الخرطوم ولا انا غلطان؟ مشيتوا مدني ده عرستوا داخل بيوت الناس، سكنتوا في بيوت الناس، جبتوا عيالكم من الفرقان ومن شطط الارض سكنتوه في بيوت الناس. نحن الان جايبين نخليه يجينا. كنا بنسمع الكلام ده. فاذا به الليله ما شفنا لنا ولا قملايه في الخرطوم ولا قملايه في كانكم لم تدخلوا الخرطوم يوما وكانكم لم تدخلوا المدني يوما. وما عارف مصفى الجيل الراجل خليه يقرب المصفى. وين المصفى؟ طلعتوا منها جري. انا حقول لكم الفاشل دي حتمرقوا منها جري قسما بالله كانكم لم تدخلوها. اتذكروا نفس طول اللسان اللي في الخرطوم والاعراس اللي عملتوها في الخرطوم وعيالكم اللي جبتوهم في الخرطوم
والخرطوم اللي مسكتوها خلاص. ورمضان تتذكروا في رمضان كانوا بيصوموا في بيوت الناس، بيطلعوا شفتوا في الصور انا ما لقيتوها، كان بيطلعوا بيفرشوا قدام البيوت، مش كده؟ سكان الجدد للخرطوم بيفرشوا في البيوت بيفطروا برا في رمضان. تتذكروا الصوره دي ولا بتتذكروها؟ تتذكروا ولا بتتذكروها؟ تتذكروا صح؟ قال لنا وينو ما جنجبت؟ ما جروا؟ يجوا قال لنا في الخيران وفي الوديان حنقول لكم يا جنجبت الفجر دي حتعرضوا منها. الرب يقول مانجا وانسوا انه الجيش ده شغال، الزنانه دي شغاله، لا بتخلي لكم خط بتاع امداد، يوم الليله في سنه عمره، بكره دقاكم ما عارف في الجنينه، بعد بكره بلاكم في نياله، بعد بكره دقص للاجنحه بتاعتكم، والانقضاض الكبير جاي وما تستعجلوا. وحنجي يوم نفتح لايف حنذكركم. وجنجبيدي ولا بوق جنجبيدي راجل بيطلع في الميديا اليوم داك ما في. طبعا انتم بتصوروا الا مع الانتصارات الوهميه، تصور لكم في قطيه ولا في راكوبه هناك في الطينه، ولا صور لكم في قطيه ولا كرنك هناك في الكرمك، طيب تطلعوا الله اكبر انتصرنا. لكن يوم اتبليتوا ما تقدروا تطلعوا الميديا. احنا بنطلع الميديا، جيشنا متقدم بنطلع، جيشنا متاخر بنطلع، جيشنا منسحب بنطلع، جيشنا لو مهزوم بنطلع بنتكلم. لكن انتوا واباكم عندكم وجود في الميديا، وجودكم مثال. يوم عمل لكم صوره هنا وهناك الله اكبر انتصرنا وسوينا، انتوا افترضت تخجلوا والله. وعد بالنسبه لكم انكم حتعرضوا من الخوي، حتعرضوا من النهوض، حتعرضوا من الفاشل. الجنة نفسها حتعرضوا منه، نيالة دي حتعرضوا تخلوها، الضعين حتعرضوا تخلوها.